السلام عليكم، ازيكم؟ الفيديو ده مهم جدا للآباء والأمهات، أتمنى يسمعوه وياخدوا الكلام على محمل الجد، لأن الموضوع بيسبب مشاكل نفسية صعبة جدا للبنات والولاد. معظم الوقت بنسمع عن عقوق الوالدين وعقوبة عقوق الوالدين وأهمية بر الوالدين، لكن مش كتير اللي بيتكلم عن عقوق الأبناء وإزاي ممكن تدمر أجيال. وأنا أعني هذه الكلمة مش مبالغة، لأنك لو عندك متوسط 3 أو 4 أبناء فغالبا هيطلعوا عندهم مشاكل نفسية يكملوا بيها وينقلوها بشكل أو بآخر لأسرهم. في نوعين من العنف بنمارسهم مع أولادنا وهقول لكم تأثيرهم بعد شوية: عنف لفظي وعنف جسدي، والاتنين أخطر من بعض. العنف الجسدي معروف، هو الضرب، وهنا أنا عايزة أقف شوية وأسأل كام سؤال، من فضلك جاوب عليهم بينك وبين نفسك وبصراحة. أنت بتضرب ليه؟ هل فعلا علشان تعدل السلوك، ولا علشان بيبقى جواك شحنة غضب ونرفزة وعايز تطلعها؟ هل الضرب بيعدل فعلا السلوك، ولا بيتعدل بشكل مؤقت بسبب الخوف، ولكن بيظهر سلوك سيء تاني عند الطفل بسبب الضرب، وبدل السلوك بيبقى 2 و3؟ هل الضرب بيحسن علاقتك مع أولادك ولا بيبوظها؟ ومن فضلك ما تقولش مش مهم، المهم يتربوا. لا مهم، علشان ده في ظلم لولادنا وهنحاسب عليه. مين ادانا الحق اننا نضربهم اصلا؟ مش علشان هم اولادنا يبقى نعمل فيهم اللي احنا عايزينه. طيب ايه رأيك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا؟ طيب هيجي حد ويقول: طب ما احنا ياما اتضربنا وطلعنا كويسين. احب افاجئك واقولك احنا مش كويسين ولا حاجة. كتير جدا من الآباء والأمهات عندهم مشاكل نفسية نتيجة التربية، والكلام ده عندي منه قصص كتير لو تحب تسمع. زائد انه ليه علشان احنا اتربينا على حاجة غلط نكررها مع اولادنا؟ الزمن اختلف والعقلية اختلفت واستقبال ولادنا للاساليب والطرق دي اختلف، وردود افعالهم كمان اختلفت وما بقتش متوقعة. نيجي بقى للعنف اللفظي. العنف اللفظي حدث ولا حرج، مفيش بيت مفيهوش عنف لفظي الا ما رحم ربي. طيب اشكاله ايه؟ اول حاجة الاهانة، زي مثلا انت غبي، انت فاشل. الكلام اللي احنا بنقوله لولادنا ده، احنا مراية ولادنا، يعني هما بيشوفوا نفسهم من خلالنا. فلو انت فضلت تقوله انت غبي، انت فاشل، فعليا هيشوف نفسه كده حتى لو هو مش كده، وده هيدمر ثقته بنفسه وهيأثر على حياته كلها. ده غير انه اصلا مش هيسعى ان هو هيكون افضل بسبب حكمك عليه، ما هو كده كده فاشل. وانتوا شايفينه فاشل، فخلاص بقى هو هيقول لنفسه خليني فاشل على طول. وقيس بقى على كده كل لفظ بنوصم بيه ولادنا. الحاجة التانية من العنف اللفظي الانتقاد، طول الوقت طول الوقت بشاور على الوحش اللي فيه، وده هيطلعه شخص انتقادي وعينيه مش هتشوف الا الوحش في حياته كلها. واول حد هينتقده انت كأب او انت كأم. كمان المقارنة المستمرة طول الوقت، بقارنه بقرايبه، بقارنه باخواته، بقارنه بصحابه. وعلى فكرة لما يكبر اول حد هيقارنه باللي حواليه هو انت. هو ليه بابا مش زي بابا صاحبي؟ هو ليه بابا مش زي بابا فلان؟ طبعا في حاجات تانية كتير لو اتكلمنا عليها مش هنخلص، واكيد كلنا نقدر نعرفها بسهولة. ليه توصلي ولادك انهم يفكروا يتخلصوا من حياتهم؟ ليه توصل ولادك انهم يتمنوا موتك او يتمنوا موتك؟ ليه توصلوا ولادكم انهم يتمنوا يعيشوا من غيركم؟ ليه توصل ولادك انهم يفرحوا طول ما انت بره البيت؟ ليه توصل ولادك انهم يترعبوا اول ما يسمعوا مفتاح الباب؟ على فكرة دي مشاكل حقيقية سمعتها من ولاد وبنات وصلوا لكده بسبب قسوة معاملة الاب او الام. ولادكم مش هينسوا الإساءة، ولادكم مش هيسامحوا على الأذى النفسي اللي كنتوا السبب فيه. هتسأل عن كل أذى نفسي سببته لولادك بالضرب أو بالكلام. هتسأل عن ضعف شخصية ابنك وإنه بيضيع حقوقه بره علشان مش عارف ياخدها، علشان ما تعلمش ده في البيت. هتسأل عن ضعف شخصية ابنك بنفسه واللي انت كنت سبب فيها، وده هيسبب له مشاكل كتير في حياته. وأخيرا، عامل ابنك كإنسان. سلام عليكم.